مرحبا بكم. بعد السلام عليكم ورحمة الله في قناة أنا أم الخير. مرحبا بكم إن شاء الله. عندنا واحد العقيقة ديال الابن ديالنا إلياس. هذا الدجاج كان محمر على الطريقة ديال الطباخات الماهرات. إن شاء الله غادي نعطيكم تفاصيل ديال هاد الدجاج كيفاش تيجي لكم محمر ومقاد على حقه وطريقه. السر كله كيكون في الغسيل ديال الدجاج. هذا من بين اهم الاسرار ديال الطباخات اللي هما تيطيبوا الدجاج على حقه وطريقه. ملي كنجيبوا الدجاج ضروري ما كنشريو معاه الحامض، والا كانت حداك شي شجره ديال الزنبوع، حتى الماء تاع الزنبوع حتى هو كيجي رائع في الطرقات ديال الدجاج. المهم ما كاين ما احسن من الحامض ما نقولكش عليه. عنده واحد السر خطير في الدجاج وفي الرطوبيه ديالو، في سميتو كيخلي داك الصدى رطب بالحرير. كيف تجيبي الدجاج تغسليه مزيان بالماء والملح، بعدا الملح مزيان. الا كان داك الملح الخشن احسن ما يكون. ما كان شي غير الملح ديال الباكيه، كتشديه وتدخليه مزيان في الدجاج من الداخل، تحكي حدا الفخيضات، تحكي حدا الصدر، تحكي لداخل، تجبدي دوك الريوق كاملين، تجبديهم، ما تخليش ديك الشحمه ودوك الريوق ودوك داكشي كله تحيديه، ما تخلي فيه والو، تخلي غير الجلده رقيقه على حقها وطريقه. الجلده تبقى شفافه بالغسيل ديال الملح. من بعد كنشدو داك الدجاج اللي دوزناه كامل في الملحه، كنجيب واحد البانيو كنشلوه كامل من هذيك الملح. ملي كنشلوه كنوجدوا واحد البانيو اخر، كنكون عاصرين فيه الحامض ومقطعين الحامض وحاطينه طريفات، ومقطعين شويه البصله، ودايرين واحد الكمشه مزيانه ديال السكينجبير. حتى هو السكينجبير رائع بالنسبه للدجاج. كنديرو حتى هو في هذاك البانيو، وكنكبوا فيه شويه ديال الماء، وكنبداو نجبدوا الدجاجه اللي غسلناها مزيان من هذيك الملحه، كنرقدوها في هذاك سميتو هذاك البانيو. كنشوف بعض البنات كيطيبوا الدجاج وداك الشيء كيبقى داك عامر من الريوق ديالو، بقى داك الصدر ناشف، ما تقدري تاكليه، ما تقدري تغزيه والو. علاش المشكل؟ علاش هو المشكل؟ هو من الغسيل خاصو الملح مزيان، ويتحيدوا دوك الريوق كاملين ما يبقاوش نهائيا. والحامض يترقد فيه الدجاج، يترقد الحامض والسكينجبير، يترقد فيه الدجاج مزيان. ملي كيشد الترقيده ديالو خليه، الله يجعلك تخليه حتى واحد ساعتين ولا كاع 3 السوايع وهو مرقد في هذاك الحامض، هذاك العصير تاع الحامض مرقد فيه مزيان. وقت ما ترقد مزيان الا وكيزيد يبنان ويزيد يزيان. من بعد كنجيبوه كنشدو القزبر والمعدنوس، نقطعوه مزيان، نجيبو الثومه حتى هي نهرسوها مزيان، ولا ندقوها في المهراز مزيان حتى هي، ونجيبو ثاني الخرقوم ديال البكيتات، والخرقوم ديال الزعفران. الا ما كانش بعدنا زعفران زغبه حر راه كيجي زوين، ما كانش نديرو دويمات ديال بن الزعفران، وسكينجبير والابزار، واحد شويه ديال القرفه. ايوا يا مولاتي هذيك قعقله، وديك البسيبيسه اهم حاجه هي ديك البسيبيسه، حتى هي زوينه طحن ودار. نرقدوا هذاك الدجاج في هذاك الشرموله مزيان ونخلوه بايت ليل كامل في هذيك الشرموله، نديروه في الثلاجه ونخلوه يبات. بغد ليه نشدوه نطيبوه على الفاخر ولا على البوطه عج ما كان. المهم طيبوه على الصدر ديالو، نحطوا الدجاج على الصدر ديالو، نخلوها تطيب على خاطر من يطيب كنديروا واحد شويه بحال هكا تلقاوها طابت، كنشدوها ندهنوها بالسمن وندخلوها للفران تحمر مزيان. من بعد ما كتحمر كنشدوها نحطوها في صحن ديال التقديم، وها هو الدجاج محمر على حقه وطريقه. واحد الملاحظه كيديروها الطباخات، هو كيشدوا ديك التحميره كيخلطوها مع شويه الموطارد وشويه ديال السمن، يخلطوا داكشي مزيان مع شويه ديال البلول، كيخلطوها مزيان ويدهنوا بها هذوك الدجيجات، دهنوهم مزيان الصدير ديالهم والفخيطات ديالهم، يدهنوهم حتى كيكونوا طابوا. اللي كيخشيوهم في الفران، ملي تيخشوهم في الفران تيتحمروا مزيان تنجيبوهم تنحطوهم. هذه المريقه ديال الدجاج كتكون طيبه مع الزيتون نصيحه اساسيه. الا كان الزيتون ديال الزنقه راه تيكون فيه الصودا وتيكون مالح، نشدوه نسلقوه لين نديروا ليه شويه الشرموله ديال المريقه ديال الدجاج، نطيبوه فيها. من بعد ما كيطيب لينا فيها هذيك المريقه، من بعد ما كانت تسلق هلي كنشدوه نديروه في الطنجره
ونخلوه في هذيك المريقه ديالنا تيتشرب مع هذيك سميتو. البصله اساسيه في الدجاج، البصله ضروري ما تقطع مزيان 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 ونديروها في سميتو. هذيك البصله هي كتعطينا ديك الضغميره ديال الدجاج وديك البنه وديك اللذه كتعطي لنا ديك البصله. ايوا الزيت على قياسه، عينك ميزانك على حسب ما عندك ديال الدجاج. الا كانوا عندك 3 دجاجات راه تقريبا نص كاس ما عامرش ديال الزيت كافيك. ايوا هكا تاخدي العين ميزان هذاك 3 الفصوص ديال الثوم لكل طير ديال الدجاج، ونص حامضه مصيره بالنسبه لكل طير تاع الدجاج. الحامض مصير اساسي وضروري بالنسبه للدجاج، ولكن نصيحه ما تستعمليش الملح نهائيا. الا درتي الحامض مصير لا تديريش الملح والو نهائيا، تقول قطره ما ديريها. ايوا لالا مولاتي، ها هو الدجاج ديالنا طاب معلك طيب على حقه طريقه، على طريقه ديال الطباخات الماهرات. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وعجبكم وتتبعوا الطريقه والنصائح اللي عطيتكم. هاد النصائح ديال الطباخات اللي انا استفدت منهم وطبقتهم حتى انا في حياتي مع هاد الدجاج. والتزواق ديال الدجاج راه انت وعينك وميزانك، انت كما حبات خاطرك يمكن لك ديري. يمكن لك ديري الهريسه حمراء، ديري الهريسه خضراء، ديريها في الحامض مصير من بعد ما تكون حيدتي لي داك اللب ديالو، ديري داك الزيتونه كحله. ايوا الحامض مصير شديته هو تقطعيه طريفات راه غير كيبقى العين اللي كتاكل غير المنظر وسميتو. ايوا الطريقه ديال التزواق كتبقى بريستيج لكل طباخه ولكل ربة بيت عندها الفن ديال التقديم ديالها بالنسبه للدجاج. ايوا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم وراقكم وتبعتوا المراحل ديالو، وما تنسوناش من لايك ومن الاشتراك ومن التعاليق ديالكم محفزه لي دائما كنقراوها نتزادوا بها القدام. نتمنى ان شاء الله هذا التقديم يكون عجبكم ويكون نال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم. نصائحنا لهذا الفيديو كانت من عند طباخه ماهره، الله سبحانه وتعالى يعطيها صحيحتها ويجزيها بالف خير بالف خير. وكنشكرها من هنايا، كنشكرها جزيل الشكر كنشكرها، الله يعطيها الصحيحه ديالها وعواشركم مبروكه ان شاء الله. تعيدوا كل عام بالصحه والسلام، ونخليكم مع هاد المقتطفات.